بشلاويدا جو بث صوبة بغداد كليتة للشان جو أرش خيتا بغداد خا أموريا موريزا من مطاكستة زدقة ناشا الميدعتا بود زدقة للشان باصور واثا ومكوين مشخل بيجو أثرا ومقرول الأموريا ميقرا قيس حسين غايب مشتقلانا دل بابت باصور واثا بمطاكستة زدقة ناشا ومن صرنا أن نقايد آمروثا إيواو مخكيتا بود أن نقايوت أتشنايوثا دم كويند أثرا وزدقيب مخكيتا بلشاني وملبته وآبا ميدعتا بود تشعيتات إيثوثي جو أثرا ونقزي أن نقايد تيلون بناموسا عراقايا لم يقرتت زدقي دم كوينة وملبتت لشاني بمدرشياثات دولتا. استضافت كلية اللغات اليوم يعني مجموعة من الأساتذة من مفوضية حقوق الإنسان الذين تناولوا مسألة الحقوق الدستورية في عند الأقليات، لغات الأقليات، من عندها اللغات السريانية، الصابئة المندائية واليزيدية والتركمان وغيرها من اللغات المختلفة للأقليات العراقية الذين يشكلون الفسيفساء المجتمعية مع المكونين الأكبرين اللي هم العرب والأكراد. هذه الأقليات طبعا من الأقليات المهمة جدا والذين تعتمد عليهم الدولة في تكوينها، ولهم بصمة قوية، بصمة واضحة في تشكيلة المجتمع العراقي، ويجب احترام لغاتهم ومكوناتهم ودياناتهم المختلفة. شكرا جزيلا. نحن اليوم باستضافة كلية اللغات في جامعة بغداد حول موضوع الحقوق الدستورية للغات الأقليات. الدستور العراقي اهتم كثيرا في موضوع الأقليات، خصوصا في المادة الأربعة، في المادة الرابعة منه، وأعطى الكثير من الحقوق في دعم موضوع اللغات بشكل عام ولغات الأقليات بشكل خاص، حتى في محاور كثيرة في نطاق أوسع مما كان سابقا. فكانت مشكورين كلية اللغات في جامعة بغداد استضافت المفوضية العليا لحقوق الإنسان مكتب بغداد ملف الأقليات والسلم المجتمعي في طرح محاور هذه الندوة التي تدعم في كثير من في عناصرها موضوع اللغات الأقليات، وهو السبب الرئيسي والمباشر لضمان هوية هذه الأقليات وبقائهم ووجودهم وضمان حرياتهم ودعمهم في الاستمرار في هذا البلد في التعايش السلمي والمجتمعي في البلاد، ويدعم هذه الأقليات بشكل أو بآخر. ونحن بصدد دورات وورش متعاقبة ومكثفة حول دعم لغة الأقليات أو دعم الأقليات وحرياتهم وحقوقهم. وبرهاد خيب تخلون مريزاند آموروثا ترى دمها جيتا ومبا قرطة دشو آلي قهديرة المخكيتا بود آهم لوء آن نقايا. طالب الدولة وخاصة وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة بالاهتمام بلغات بلدنا والحفاظ عليها من الاندثار ومن الانقراض مستقبلا، لأن هذه لغات حضارتنا، فيجب على الدولة الاهتمام الكثير بهذه اللغات للحفاظ عليها من الاندثار. مريم ألبرت، قنيتات عرقيتا سورييتا بغداد.